يا صباح الخير او يا مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفيني فيه. اهلا بيكم في يوم جديد وروتين جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، فضلا وليس امرا. بص بقى كده بصبح عليكم كده بقول لكم يا صباح الورد والفل والياسمين. شايفين الشمس الجميله طالعه ازاي؟ عندنا شمس طالعه فله فله فله. والغسيل ده كنت سايباه من امبارح كده، سبته يشمس كده، قلت اخليه لا ياخد له شموسه كده في الشمس الجميله ديت. آه، عشان الغسيل بياخد يومين لحد ما ينشف وكده، فسيبته بقى في الشمس. هو نشف بس انا حابه ان انا اسيبه تاني في الشمس. شايفين الشمس بقى طالعه عندنا ازاي؟ جميله 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 بجد، الشمس رهيبه. بس بقى كده الشمس جميله بجد، تحفه. الشمس دي في الشتاء بتبقى نعمه والله كبيره. الواحد بيبقى محتاجه كده. بياخد منها فيتامين د. فالشمس طلع حلوة النهاردة ما شاء الله عليها يعني. دخلت بقى على طول كده، قلنا نعمل الشاي بقى كده انا وعيالي نشرب الشاي. التوقيت ده كان حوالي الساعة 9:30 كده، عشان خاطر ايه؟ خلصنا المدارس، هما في حضانة واللي في سنة أولى. خلصنا المدارس وكده والحضانة، واخدنا اجزنا بقى قعدنا، فبقينا نصحى بدري يعني. قلنا ننام شوية بقى، كنا بنصحى من الساعة 5 وما زلت والله بصحى من الساعة 5، بس بنام برجع انام تاني. فانا وبناتي كده قلنا نفطر مع بعضنا كده، وبعد كده نشوف ورانا ايه ويومنا كده ونكمل يومنا. انا بقدم لكم يومي كده، بصوا طبيعي 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 يعني، ما بحطش فيه اي افتكاسات يعني، ولا بداري زي ما بصحى من النوم كده. والله بقدم لكم كده اليوم بتاعي، لا بداري ده ولا بعمل ده، لا بصوا والله زي ما بكلمكم. يومي بيبقى بسيط جدا. بصوا ابني بقى كنت بعمل له اللبن غلي جدا، اللبن بتاع الاطفال. غلي غلي، اللبن غلي بتاع الاطفال. فالصراحه بقيت ان انا اصلا ابطل ان انا اشتريه تاني. وان شاء الله نعمل مقاطعه عن البامبرز بس لما نخلص من هنا الشتاء. فبقيت اديله علبه زبادي كده وبسكوته وايه، وبنمشي الامور الحمد لله لحد كده ايه ما يشد حيله. والله مش عايزه اقطعها منها البيبرونه، بس عشان خاطر هو لسه طفل صغير، لسه عنده سنه يا دوبك. فربنا يستراح يعيننا في الغلاء اللي احنا فيه ده. دخلت على الركنه بتاعتي وبص منظرها. شلت بقى الشلت بتاعتها كده، قلت لا اتشجع النهارده كده ونعمل روتين مع بعضنا ونتشجع. وقلت اشيل بقى الشلت ديت، اشيلها افكها كده، هي ليها سوست. قلت افكها كده، قلت افكها واغسلها وايه، ونشوف هنعمل ايه. واركب الكسوه بتاعتها، هنعملها كسوه كده عشان خاطر ايه، احنا عادتنا كلها اصلا في الركن. شلتها كده وخلاص زي ما انتوا شايفين. وفتحت الشباك بقى كده ايه، خليت السفنج كده يتهوى شويه. وهشيلهم كده، هحطهم في ايه، في الغساله، هديهم غسله عشان خاطر ان انا انشرهم على طول، عشان خاطر اركبهم واروح اركب بقى الكسوه بتاعتها. بس كده هشيلهم بقى في الغسالة عشان خاطر يلحقوا ينشفوا، واروح برضو ايه اركبهم تاني واركب معاهم البتاع دي. انا هنا غسلتهم في الغسالة ديت عشان ما حبيتش ان انا ايه، عشان هما تقال صراحة مش هقدر اعصر واعمل. وغير كده الغسالة تانية ممكن تنسلهم وكده، فديت تحافظ عليها. فاديتها كده دورة دورتين كده وعلى النشير على طول، والحمد لله بقت زي الفل. بس انا في مقطع تاني مش عارفة ايه اللي لخبط الدنيا. بص بقى دخلتهم في الغسالة كده، هي غسلة حلوة. حطوا لي بقى لايك للفيديو واشتركوا في قناتي بالله عليكم. انا عندي كمية ناس مش مشتركة خالص في القناة، مش عارفة ليه. آه، كمية ناس مش مشتركة خالص في القناة، مع اني انا على طول بروح لهم وبشترك لهم. يعني اول حاجة بعملها الاشتراك وبحط التعليق وبحط اللايك. انا بشوف عندي في الاحصائيات 83% من اللي بيتفرجوا عليا مش مشتركين. ليه؟ طب يا جماعة انا ليه كده يعني؟ الاشتراك ببلاش والله مش بفلوس يعني، دي حاجة يعني. بس يلا انا مش بحب اغصب حد على حاجة. بس يلا كل واحد براحته. الحمد لله الحمد لله، مش هنقول غير الحمد لله. هنا بص بقى اللي جبت طبق بلاستيك. طبق بلاستيك ده كان فيه شوية الصابون اللي هو البلدي بتاع المواعين اللي احنا بنغسل بنعمله في البيت، بنغسل بيه المواعين. الصابون ده بصوا رهيب 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 في الغسيل. بصوا انا الصابون ده الصراحة ايدي ورجلي انا ما بستخدمش غيره في كل حاجة، بستخدم غيره.
عشان فيه بوتاص. بص بقى، انا مطرح الطبق، انا كنت لسه عامله الصابون، مطرح الطبق فيه بواقيه، رحت رغيتهم كده بشويه ميه وحطيت معاهم بس، ولا حطيت معاهم اي حاجه على كده. رغيتهم بشويه ميه ورحت رحت بالليفه اللي انتوا شايفينها ديت، ودعكت بقى الركنه وبقت زي الفل بقت. بصوا مش قادره اقول لكم، بقت حاجه جميله جدا. فتحت الشبابيك بقى عشان مطرح الميه وكده تطلع الشمس تضرب في الركنه عشان مبلوله. تمام كده تمام كده. يلا بقى قومي وشجعي كده واشتغلي، ما تقوليش الجو برد. انت اول ما تشتغلي هتلاقي نفسك خلاص دفيتي. انا كنت متقله في الفيديو ده بقى، رحت صيفت يعني. شوفوا عشان مع كتر الشغل الواحد خلاص مش بيحس نفسك جسمك سيخن كده، مش هتصيفي بقى. فصيفت واشتغلت وخلصت، في الاخر بقى جيت سقعت برد. كنت جايبه هنا كرنبتين قاعدين بقى يا عيني، بقى لهم يومين كده مش سائله فيهم. جبت الواحده على 10 جنيه، والراجل اداني الصراحه الاتنين، خدت الاتنين. قلت اعمل واحده واشيل واحده، بس الصراحه طلعوا لي والله كميه ورق حلو قوي قوي يعني، وطازه. الراجل ده بيجي يعني عندنا هنا، بيجي بيبيع الكرنب ده، بيجيبه من الزرع طازه، خدته منه طازه الصراحه. فروحت قلت لا، ده انا هسلقهم بقى خساره كده لا يبوظوا. بما ان خلصت كده اللي ورايا، قلت خلاص هغسل مواعيني كده، واوريكم المواعين، شايفين المواعين؟ هغسل مواعيني كده واخش بقى هسلق الكرنبة بالمرة ونخلص من موال الكرنبة ده عشان اشيله. وعايز اعمل غدا، طلعت كده فراخ تفك لحد ما انا اعمل ده تكون فكت واخش على الغدا. حاولوا تنظموا يومكم، حاولوا تشوفوا يومكم ماشي ازاي. فكروا من بالليل كده تعملوا اكل ايه. انا والله برضو بحتار قوي في موضوع الاكل والشرب ده يعني. بصوا تفكير رهيب، تفكير رهيب جدا يعني، الواحد بيشيل همه. فالمهم كده خلاص حطيت الميه، وقلت هسلق بقى الكرنبة. خلاص حطيت لها معلقه ملح ومعلقه كمون. قلت بقى خلاص اللهم المستعان كده ونشوف ورانا ايه. بس اصل حرام تترمي والله، في الايام اللي احنا فيها ديت الصراحه ما فيش حاجه تترمي، مفيش حاجه تترمي خالص 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 يعني. بجد والله ربنا يعيننا، خصوصا الاطفال اللي معانا. الواحد بص يعني مش عارفه، انا حاسه كده يعني. يعني بصحى برضه بقول الحمد لله، بس الواحد عشان خاطر الاطفال اللي معاه بيقول يا رب. طب الاطفال، طب الواحد مش عايز يحرمهم من حاجه، على قد ما يقدر الواحد والله بيحاول يعمل ده ويعمل ده عشان خاطرهم يعني عشان برضه ما يبصوش بره. بس الحمد لله على كل حال يعني، الواحد طول ما فيه الصحه يقول الحمد لله. والله بجد انا فكرت ان انا اشتغل، بس انا يعني اترفضت في الشغل بسبب ان انا معايا طفل صغير مرضوش. فرفضوني عشان انا معايا طفل صغير. انا كنت ناوية اشتغل بسبب الظروف والمعيشة وكده. بما ان القناة اصلا ما شفتش منها حاجة يعني. مش عارفة القناة دي يعني، الله يكون في عوني. انا داخلة في 4 سنين وزي ما انا مش عارفة تقصير مني ولا اقفلها او ابيعها واعمل واحدة جديدة. بس الواحد بيقول إن لسه هيبدأ من الصفر. فالصراحة صعبان عليا اوي، تعبت فيها، بس الصراحة ما شفتش فيها الا مرة واحدة بس. والله يعيننا، الله يعيننا يا رب كده. انا مش محتاجة حاجة انها تكون بس يعني، حتى لو حاجة بسيطة شهريا بس افرح بيها العيال، اسعد بيها العيال. الحمد لله احنا مستورين الحمد لله وكل حاجة. بس الاطفال ما بتبطلش عاوزين عاوزين عاوزين. انا والله اللبن بتاع الاطفال بطلت اجيبه، غلي والبامبرز دلوقتي وصل الميتينات يعني. بسمع اسعار غريبة جدا. ربنا يرحمنا بجد من رحمته. بص بقى، أنا هنا رحت جبت شوية بطاطس ناعمة، خدتهم من الراجل. وجبت شوية بطاطس من التانية من الكبيرة، وقلت بتنفع اهو في السليق في ده بما ما فيه الزيت، نسلق. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.